بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن السورتنج الجوريثمز، وشوفنا في الحلقة اللي فاتت أول سورتنج الجوريثم اللي هو السلكشن سورت. في الحلقة دي هنشوف سورتنج الجوريثم تاني هو البابل سورت. البابل سورت شبه إلى حد كبير للسلكشن سورت، بس فيه بينهم اختلافات صغيرة. فكرة البابل سورت إن هو لو احنا عندنا برضو array زي الاري دهيت array of integers مثلا، وعايز أعمل لها sorting، عايز أعمل لها ascending sort بحيث ان الصغير يبقى فوق والكبير يبقى تحت. البابل سورت بتهتم فكرته زي السلكشن سورت بالظبط، ان هو عايز في اول هيلف لفه على الاري، وفي اللفه دهيت عايز يجيب اصغر اليمنت في اول مكان، وبعد كده يجيب تاني اصغر اليمنت في تاني مكان، وبعد كده تالت اصغر اليمنت في تالت مكان، وهكذا. نفس فكره السلكشن سورت، بس وهو بيعمل كده بقى بطريقه مختلفه شويه. تعالوا نشوف ازاي. انا دلوقتي هبدا الف لفه على الاري، وعايز اجيب اصغر اليمنت في المكان في اول مكان دوت. اول حاجه هيبدا يلف على الاري من تحت لفوق، هيبدا يلف على الاري من تحت لفوق، فيجي لاخر اليمنت في الاري خالص اللي هو الاتنين مثلا، ويقارنه باللي قبل منه اللي هو التسعة. هل الاتنين اصغر من التسعة؟ الاتنين اصغر من التسعة، يبقى المفروض الاتنين تكون قبل التسعة. فهيقارن هو دلوقتي واقف عند الاتنين، هيقارنها بالاليمنت اللي قبل منها، ويشوف هل احنا محتاجين نعمل لهم سوابنج، هل محتاجين نبدلهم، نطلع الاتنين مكان التسعة والتسعة تنزل مكان الاتنين. لو محتاجين هنعمل لهم سوابنج. طب ازاي اعرف ان هم محتاجين؟ انا محتاج اسورت الاري دي اسندنج، يبقى الصغير المفروض يكون فوق والكبير يكون تحت. فهيجي على الاتنين يقارنها بالتسعة، هل الاتنين اصغر من التسعة؟ يبقى انا محتاج اعمل لهم سوابنج. هيعمل سوابنج للاتنين والتسعة. هيقوم مطلع الاتنين فوق وحاطط التسعة تحت، عمل سوابنج للاتنين والتسعة. لو خدنا بالنا دلوقتي اصغر اليمنت في الاري دي كلها هي الاتنين، يعني الاتنين المفروض هي اللي تطلع فوق، فدلوقتي الاتنين كانت تحت خالص، بدأت تطلع فوق خطوة. بعد كده يكمل، هو دلوقتي واقف هنا اهوت، يشوف هل الاتنين محتاج نبدلها مع اللي قبل منها ولا لا. الاتنين اصغر من 5، محتاجين نعمل لهم سوابنج، يبقى هيعمل لهم سوابنج. هيبدل الاتنين مع الخمسة لان الاتنين اصغر من 5، الخمسة تنزل مكان الاتنين والاتنين تطلع مكان الخمسة. بعد كده يجي يقف هنا اهو، هل الاتنين اصغر من اللي فوق منها؟ الاتنين اصغر من اللي فوق منها. يقوم يعمل ايه؟ يعمل لهم سوابنج هما الاتنين مع بعض، يبقى يشيل الاتنين ويشيل الاربعة ويعمل لهم سوابنج، نزل الاربعة مكان الاتنين ويطلع الاتنين فوق. يكمل، هل الاتنين اصغر من التمانية؟ الاتنين اصغر من التمانية، يبقى برضه هيحتاج يعمل لهم سوابنج، يبقى يشيل الاتنين ويشيل التمانية ويحط التمانية تحت والاتنين فوق. اخر حاجة يقارن الاتنين باللي قبل منها الستة، هل محتاجين سوابنج؟ محتاجين سوابنج، يبقى الاتنين تطلع مكان الستة، يشيل الاتنين يشيل الستة ويبدل أماكنهم ببعضها. بكده هو حرك الاتنين، طلع الاتنين من تحت خالص، طلعها لفوق في مكانها الصح، جاب أصغر إليمنت حطه في مكانه الصح. فهو بدأ يلف على الأري من الآخر لفوق، وبدأ يطلع أصغر إليمنت، يطلعه خطوة خطوة، يطلعه خطوة خطوة، يسواب 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 يسواب. وده اللي اسمه بابل. يعني ايه بابل اصلا؟ بابل اللي هي كرة الهواء كده اللي جوه، لما تبقى جوه ميه ولا حاجه، او جوه يعني بتبقى مثلا عارف ميه بالصابون، لما يبقى فيه جوه كرة هواء، تلاقي كرة الهواء عماله تطلع لفوق، بتبابل بتبابل بتبابل، تطلع لفوق. الفقاعه دي بتطلع بتطلع واحده 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 لحد ما توصل للسطح. فدي فكره البابل سورت، ان هو بياخد اصغر اليمنت ويبابل، يبدا الفقاعه دي تطلع معاه واحده 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 لحد ما توصل لاعلى مكان في الاري. فهو بياخد اصغر اليمنت، يفضل الاصغر اليمنت ده يطلع بيه يطلع بيه يطلع بيه يطلع بيه لحد ما يطلع في مكانه المظبوط. فهو في اول لفه دلوقتي عمل لف على الاري كلها بس من تحت لفوق،
وفضل يطلع اصغر اليمنت، يطلع 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 لحد ما يطلع في مكانه المظبوط. كده بعد اول لفه هو ضمن ان اصغر اليمنت اتحط في مكانه المظبوط. طيب بعد كده يبدا يعمل ايه؟ يلف على بقيه الاري اللي هم السود دول، يبدا يلف على السود دولت برضو من تحت لفوق، ويطلع اصغر اليمنت في مكانه المظبوط. المفروض اصغر اليمنت في حالتنا هي الاربعه، فالمفروض الاربعه مثلا تبقى تطلع هنا فوق مكان الست. نشوف هيعمل كده ازاي. هيلف برضو على الاري من تحت، يمسك التسعه. هل التسعه اصغر من الخمسه؟ لا، يبقى مش محتاجين نعمل سوابنج. هل الخمسه اصغر من الاربعه؟ لا، يبقى برضو مش محتاجين نعمل سوابنج. هل الاربعه اصغر من التمانية؟ يبقى انا دلوقتي محتاج اسواب الاربعه مع التمانية. تاني نركز كده في الخطوه التانية دهيت. الخطوه التانية هيعمل نفس اللي عمله في الخطوه الاولى، هيفضل يلف من تحت لفوق ويشوف انا دلوقتي واقف على التسعه، هل التسعه اصغر من اللي قبل مني؟ لا، يبقى مش محتاجين نعمل سوابنج خلاص. في الحته دي يطلع فوق، هل الخمسه اصغر من الاربعه؟ لا، يبقى برضه مش محتاجين سوابنج. الخمسه والاربعه كده الاثنين دولت مترتبين ريليتيف لبعضهم مظبوط. بعد كده يطلع للاربعه، هل الاربعه اصغر من الثمانيه؟ يبقى انا محتاج اسواب الاربعه مع اللي قبل مني اللي هي الثمانيه، فبالتالي هيسواب الاربعه والثمانيه مع بعضيهم. هينزل الثمانيه تحت ويطلع الاربعه فوق مكان الثمانيه. بعد كده يتنقل الخطوه اللي وراها، هل الاربعه اصغر من اللي فوق منها؟ اصغر من السته؟ الاربعه اصغر من الست، يبقى يعمل لهم ايه؟ يبقى يعمل لهم سوابنج. يقوم حاطط الستة تحت ويطلع الاربعة مكانها فوق، وهيقف لحد هنا مش هيطلع فوق لان هو متأكد ان اللي قبل مني ده مظبوط. فطلع الاربعة مكان الست، عمل سوابنج الاربعة والست. كده هو عمل ايه؟ هو عمل بابل، يعني طلع الاربعة بدأت تطلع 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 لحد ما طلعت في مكانها الصح. بعد خطوتين هو كده اتأكد ان هو جاب اصغر اليمنت وتاني اصغر اليمنت في مكانهم الصح. يبقى الجزء الاحمر دي كده الجزء ده من الاري كله سورتد في مكانه الصح، والاسود ده اللي هو لسه محتاجين نعمل له ايه؟ محتاجين لسه نكمل سورتنج فيه. فهو هيبدا اللفه الثالثه هيبدا فين؟ من تحت برضو هنا اهوت، هيفضل يكمل لحد المكان اللي هو كان واقف عليه اخر مره اللي هو هنا الست. مش هيطلع يقارن فوق، هيمشي من تحت لحد ما يوصل للست. انا دلوقتي عايز اجيب اصغر اليمنت من اول هنا ونازل، يبقى هفضل اطلع بيه لحد المكان هنا اهوت. يعني انا عايز اجيب الاليمنت اللي مكانه هنا اهو، الاليمنت اللي مكانه رقم 2. لو قلنا 0 1 2، يبقى عايز اجيب الاليمنت اللي مكانه رقم 2. هيعمل ايه؟ هيمشي برضو من تحت لفوق، هيمسك التسعة. هل التسعة اصغر من الخمسة؟ لا، مش محتاجين سوابنج. هل الخمسة اصغر من الثمانية؟ يبقى انا محتاج اسواب الخمسة والثمانية. يقوم ينزل الثمانية تحت ويطلع الخمسة فوق. هل الخمسة اصغر من الستة؟ يبقى هسواب الخمسة والستة مع بعضهم، فهينزل الستة تحت والخمسة هتتحط في مكان الستة، وبكده يكون هو طلع الخمسة في مكانها المظبوط. برضو عمل ايه؟ فضل يطلع بالخمسة، يطلع بالخمسة لحد ما حطها في مكانها الايه؟ المظبوط. طيب بعد كده يبدأ يخش على الاليمنت اللي وراه، عايز يجيب الستة دي، يشوف هنا الستة مكانها مين المفروض يتحط في المكان دوت. لو احنا بصينا بعينينا كده، احنا كبني ادمين فاهمين ان الستة 8 9 كده خلاص الليست دي كلها سورتد، 2 4 خلاص بقت كلها سورتد. انا متأكد ان اللي فات كله سورتد، واللي جاي ده كمان بعينيا كده شفت ان هو سورتد. بس هل هو هيفهم ان ده كده سورتد ولا لا؟ هنشوف. احنا شفنا في السلكشن سورت ما كانش بيفهم، السلكشن سورت كان بيكمل شغل لحد الاخر خالص. طيب تعالوا نشوف هيحصل ايه دلوقتي. هيجي بابل سورت، هيمشي برده من تحت لفوق لحد ما يوصل للمكان رقم 6، فهيمسك التسعة. هل التسعة اصغر من الثمانية؟ لا، يبقى مش هعمل سوابنج. هل الثمانية اصغر من الستة؟ لا، يبقى برده مش هيعمل سوابنج. لو لفة كاملة من غير ما يعمل ولا مرة سوابنج، يبقى كده اكيد كل الاليمنتس ديت مترتبة في اماكنها المظبوطة، فبالتالي مش هيكمل الالجوريزم، هيقف ويخلص على كده.
هيقول لك دلوقتي انا كده سورتد. ليه هيقول لي ان انا كده خلصت، انا كده سورتد؟ لانه لفه كامله، لفه كامله من غير ما يعمل ولا عمليه سويبنج. عمل ايه دلوقتي؟ شاف ال9 من 8 هل محتاجين سويبنج؟ لا. هل ال8 محتاجه تعمل لها سويب مع 6؟ لا. خلاص يبقى كده كلها ايه؟ كلها سورتد. وبالتالي هيقفل دلوقتي ويقول لك خلاص انا كده خلصت الاري بتاعتك اهيت كلها سورتد. فكره البابل سورت ايه؟ ان هو بيبدا يدور على اصغر اليمنت يطلعه في مكانه الصح. طيب لو حبينا ان احنا نشوف الكومبلكسيتي بتاعت البابل سورت الجوريثم ونعرف هو اوردر اوف كام. البابل سورت بيعمل ايه؟ بيلف برضو كذا مره على الاري كلها. اول مره بيلف على الاري كلها، فمثلا بيلف ان، وبعد كده تاني مره بيلف على الاري كلها ناقص واحد، يمشي من تحت لفوق لحد مكان ناقص واحد لان ده خلاص لقى مكانه، بلس ان ناقص واحد، بلس تاني مرة بيلف عليها كلها ما عدا اخر اتنين، يبقى بلس ان ناقص اتنين، وهكذا لحد ما ايه؟ ما في الاخر بلس واحد. فده برضو ممكن يعتبر ان هو اوردر اوف ان سكوير. هو اقل شوية من ان سكوير بس ستيل اوردر اوف ان سكوير، يعني هيبقى ناقص حاجة صغيرة يعني. لكن الكومبلكسيتي بتاعته في الاخر هي ان سكوير. يعني انا لو عندي الان مثلا ب1000 هيبقى الكومبلكس بتاعتي اللي هي ان سكوير اللي هي مليون. ولو انا الان بتاعتي مليون اللي هي 10 اس 6 هيبقى ان سكوير بتاعتي اللي هي 10 اس 12 وهكذا. فستيل بابل سورت هو برضو اوردر اوف ان سكوير زيه زي السلكشن سورت. طيب ايه مزايا البابل سورت وايه عيوبه؟ اول حاجه مزايا البابل سورت ان هو ممكن يتطبق كويس على ان صغيره، لو ان هو سيمبل مش كومبلكس برضو. فانا لو عندي ان صغيره مثلا عايز سورت اري طولها 10 20 ولا حاجه، فالان البابل سورت هيكون مناسب في الحاله دهيت لان هو مش كومبلكس، والان هتبقى صغيره فمش هيفرق معايا كتير. تاني ميزه للبابل سورت برضو زي السلكشن سورت، ان انا لو كنت مثلا عايز اجيب اصغر اليمنت بس اللي هو الاثنين مثلا من الاري، هعمل ايه؟ هلف لفه واحده. طب لو عايز اجيب اصغر 2 اليمنتس يبقى هلف لفتين عشان اجيب الاثنين، ولفه ثانيه عشان اجيب الاربعه. عايز اجيب اصغر 3 اليمنت هلف 3 مرات. فانا مثلا لو عندي ليست طولها مليون عايز اجيب منها اصغر 3 اليمنتس، فهلف 3 لفات بس، مش محتاج ان انا اسورت الليست كلها عشان اقدر اوصل لاصغر 3 اليمنتس. فتاني ميزه لميزات البابل سورت ان انا لو عايز اجيب مثلا اصغر 3 اليمنتس او اصغر 4 اليمنتس مش محتاج ان انا اسورت الليست كلها، لا انا ممكن الف عدد لفات صغير بحيث ان انا اوصل للاليمنتس اللي انا عايزها بس. تالت ميزه للبابل سورت ان هو بيسورت ان بليس زي السلكشن سورت برضو. يعني ايه ان بليس؟ ان انا ما احتاجتش ميموري زياده علشان اسورت، انا بسورت جوه نفس الاري. انا عندي لو انا عندي اري طولها مليون فانا بسورت جوه المليون دولت، ما احتاجتش ميموري زياده علشان اسورت فيها الاري ديت، لان احنا زي ما قلنا قبل كده برضو هنشوف الجوريزمز ثانيه بعد كده سورتنج الجوريزمز هتحتاج ميموري زياده. لكن انا هنا ما احتاجتش ميموري زياده غير مثلا ميموري عشان اعمل فيها السويبنج بس. يعني بتتكلم في فاريبلز كونستانت نمبر اوف فاريبلز، يعني مش يعني انت لو محتاج مليون مكان عشان الاري بتاعتك مثلا طولها مليون، فانت هتحتاج جنبها مثلا 3 4 فاريبلز بس ايه اللي بتستخدمهم علشان السويبنج وتخزن فيها المكان اللي انت واقف عليه وهكذا بس يعني. لكن مش محتاج ميموري مليون قدها مثلا ولا حاجه. فالسورت بتاع البابل سورت هو ان بليس، بيسورت في نفس الميموري اللي موجوده. ميزه تانية للبابل سورت ان هو بيفهم، ان هو ذكي ازاي؟ ذكي لما بيحس ان خلاص ان اللي فاضلين سورتد مش هيكمل. يعني في حالتنا مثلا لما لف هنا لفه كامله على 6 وال8 وال9، لفه 9 8 وطلع من تحت لفوق كده، هو تلاقي مفيش ولا عمليه سويبنج، اعرف ان هو كده خلص. فبالتالي لو انا مديله ليست سورتد زي الليست دهيت، لو انا مثلا كانت الانبوت بتاعي هي الليست دهيت وبقول له اعمل ليها سورت، اعمل ليها سورتنج، هيعمل ايه؟ هيمشي من تحت لفوق. هل ال9 اصغر من 8؟ لا. هل ال8 اصغر من 6؟ لا. هل ال6 اصغر من 5؟ لا. هل ال5 اصغر من 4؟ لا. هل ال4 اصغر من 2؟ لا. ما عملش ولا عمليه سويبنج، لفه كامله من غير ما يعمل ولا عمليه سويبنج. هيقول لي خلاص انا خلصت. يبقى لو انا مديله ليست سورتد طولها مليون هيلف عليها لفه واحده بس، مش هيعمل فيها ولا عمليه سويبنج، هيقول لي خلاص انا كده خلصت. فهو ذكي لما بيبقى عنده الليست سورتد، بيبقى ذكي فبيفهم ويقول لك خلاص انا كده ايه خلصت، مش هكمل بقيه شغلي.
على عكس السلكشن سورت. السلكشن سورت كان بيفضل يكمل شغل لحد الاخر، حتى لو انا مديله ليست سورتد كان هيكمل شغل فيها لحد الاخر، وما كانش هيفهم ان هي سورتد وان هو كده خلص. لكن بابل سورت ذكي ازاي ان هو لو الليست انا مديها له سورتد او وصل لستيت ان اللي فاضلين فيها كانوا سورتد، مش هيكمل شغل خلاص، هيفهم ان هو خلص كده سورتنج. فهم ازاي؟ فهم ان هو عمل لفه كامله من غير ما يعمل ولا عمليه سوابنج، وبالتالي ان كل حاجه في مكانها الصح، فخلاص قال لي انا كده ايه، قال لي انا كده خلصت. ودي فعلا هي اهم ميزه من ميزات البابل سورت، ان هو ذكي وبيفهم ان الليست سورتد، او بيفهم ان هو كده خلص فما بيكملش شغل تاني. جميل جدا. دي كانت ميزات البابل سورت. تاني اول حاجه ان هو implementation بتاعه برضو سهل، مناسب جدا لو الان بتاعتي صغيره، لو الليست بتاعتي صغيره فهو مناسب ليها. تالت حاجه ان هو لو انا عايز اجيب مثلا السمولست 3 نمبرز هيجيبهم بسهوله، مش محتاج ان هو يسورت الاري كلها. فانا لو عندي اري طولها مليون مش محتاج اسورت المليون اليمنت، لا انا ممكن الف 3 لفات بس اجيب بيها اصغر 3 اليمنتس. ميزه تانية ان هو بيسورت ان بليس، مش محتاج ميموري زياده. اخر ميزه واهم ميزه ان هو ذكي، ان انا لو مديله الليست بتاعتي سورتد هيلف لفه واحده بس وخلاص وهيخلص، او ان هو مديله ليست مثلا ووصل في وسط شغله ان هو اللي فاضلين بقوا سورتد، هيفهم برضه ومش هيكمل شغل زياده. لكن ستيل في مشكله في البابل سورت، ان هو اوردر اوف ان سكوير، والحقيقه ان ان سكوير ده رقم كبير، فهو يعتبر ستيل بطيء. علشان كده البابل سورت لا يفضل في حاله الان الكبيره، لان ان سكوير ده رقم كبير، وهنشوف بعد كده طرق تانية بتبقى اسرع من الان سكوير لكن مور كومبلكس. فانا لو الان بتاعتي صغيره يبقى انا استخدم البابل سورت، هيكون مفيد جدا ليها. لكن لو الان كبيره هيكون بابل سورت مش مفيد خالص في الحاله دهيت. استخدم بابل سورت لو انا متوقع ان الاري بتاعتي ممكن تكون سورتد، عشان ساعتها هيخلص بسرعه. استخدم بابل سورت لو انا ما اقدرش احجز ميموري كتيره، فهو بيسورت ان بليس. استخدم بابل سورت لو انا مش محتاج اسورت الاري كلها، محتاج مثلا اجيب 3 او 4 اصغر اليمنتس بس. تاني بابل سورت بيعمل ايه؟ البابل سورت بيدور على اصغر رقم يحطه في مكانه الصح فوق. طب بيدور ازاي على اصغر رقم؟ بيبدا من تحت خالص يفضل يطلع لفوق، وكل ما يلاقي في حاجه محتاجه سوابنج بيعمل سوابنج، فبيبابل بيطلع الرقم الصغير ده، يفضل يطلع 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 واحده 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 لحد ما يوصل لمكانه الصح. عشان كده اسمه بابل سورت. بابل فقاعه، بيفضل يطلع زي الفقاعه ما بتطلع في الميه. فالرقم الصغير بيبدا يبابل 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 يطلع لحد ما يطلع لمكانه المظبوط. بعد ما حط الرقم ده في مكانه المظبوط يبدا يلف لفه ثانيه برضه يدور على ايه، اصغر رقم يطلعه 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 يطلعه. او ان هو بيشوف هل الرقمين دول محتاجين سوابنج ولا لا. مش محتاجين سوابنج خلاص، لو محتاجين سوابنج بيعمل لهم سوابنج، يفضل يطلع يطلع لحد ما يطلع اصغر رقم في تاني انتري، وهكذا لحد ما يجيب الرقم المظبوط يتحط في تالت انتري، وهكذا. ده كان بابل سورت. شفنا ازاي هو بيشتغل، شفنا ميزاته وشفنا عيوبه، وده كان تاني تكنيك في السورتنج الجوريزمز. في الحلقات الجايه ان شاء الله هنشوف سورتنج الجوريزمز تانيه.